عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. ايه رايكم؟ وصفه النهارده هيكون عن السمك المقلي. هنعمله بطريقتين جمال جدا هيعجبكم باذن الله. شايفين الكفر بتاعه جميل جدا ومقرمش، وكمان الرز الصياديه جميل جدا ولا لونه وطعمه حكايه، هيعجبكم باذن الله. شايفين الجمال؟ الطريقتين هيعجبوكم باذن الله، بس تابعوا الفيديو للاخر. مادام بقى وصلت للفيديو لاول مره تشوفوني، انا وفاء امين ودي قناتي، ولايك وشير لو عجبكم بقى الفيديو. يلا بينا بقى نشوف الطريقه ايه والمكونات بتاعته ايه. اول حاجه مبدئيا بنجيب طبعا اي كميه سمك اللي هنعملها، بجيبها وبقشر كل اللي فيها طبعا، وبقصقص كل اللي في السمك طبعا، وبغسله تحت الميه الجاريه. اهم حاجه اول حاجه بنزل منه كل اللي جواه زي ما انتم شايفينه، لغايه ما يوصل للبياض ده. بغسله بعد كده بالملح والليمون والدقيق، ادعكه كويس جدا. زي ما انتم شايفين الملح والليمون والدقيق ده حاجات من اللي بتمنع الزفاره تماما. ودعكته كذا مره طبعا وتحت الميه برضو، لغايه ما جيت بقى في الاخر عملت له عصره ليمونتين كده. ممكن اشطفهم منه وممكن لا، بس انا حبيت ان انا بعد ما عصرت الليمونتين تاني شطفته مره تانية عشان انزل بقى لو في اي زفاره تانية ينزل بقى مع عصره الليمون اللي انا عصرتها. شايفين اللون جميل ازاي؟ نضفته كويس جدا، وبجيب بقى السكينه وبفتح فتحات كده من ظهره عشان بس التتبيله تدخل جواه كويس جدا. طبعا انا منقيه السمك وسط، مش منقيه كبير قوي ولا صغير قوي. زي ما انتم شايفين بقطع كله طبعا من ورا زي ما من الظهر يعني. هنيجي بقى للتتبيله، حطيت نص فنجان كده من عصير الليمون، ومعلقتين كبار من الخل الابيض. هننزل بقى بالتتبيلة. عندنا راس متوسطة من الثوم المفروم، وقرن فلفل حامي مفروم ده اختياري، ومعلقة كده من الجزر المبشور، وكمان زيها معلقة من الخضرة بتدي نكهة حلوة قوي طبعا في التتبيلة بتاعة السمك. زي ما انتم شايفين بقلب كل الكلام ده كله. بعد كده بنزل بالتوابل، ربع معلقة او نص معلقة من التوابل اللي هقولها: ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود، وكمان نص ربع معلقة من الشطة اختياري، وبابريكا، وبهارات سمك. وبقلب الكلام ده كله. وطبعا انا حطيت الملح طبعا بملح التتبيله دي كويس جدا. وباجي بقى للسمك كده خلصتها. باجي للسمك، انا بقى باخد معلقتين من لما بعمل طبعا سلطه في السمك، لازم السمك معاه سلطه، فباخد معلقتين من التتبيله دي قبل ما انا قبل ما اجي اتبل السمك، بتدي طعم حلو قوي للسلطه بتاعتنا. باجي بقى بجيب السمك زي ما انتم شايفين وبتبله من بره ومن جوه كويس جدا. باجي بقى للرز الصياديه، حطيت الماده الدهنيه، وبحط بقى 3 بصلات كده متوسطين متقطعين مكعبات، ولا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وسط، وبشوحها. انا طبعا بحط في الرز الصيادية طبعا معلقة كده متوسطة من الثوم، فما بحطش الثوم اول ما بحط البصل عشان خاطر بس ايه الثوم بيحمر بسرعة، فبوصل للون اللي انا هتشوفوه طبعا في الفيديو. لون البصلة لما تحمر معايا، ولا هي ذهبي ولا حتى يعني هي اغمق شويه كمان من الذهبي، هتشوفوها طبعا بالفيديو ان شاء الله. زي ما انتم شايفين قبل ما يوصل للون اللي انا عايزاه، حطيت بقى معلقه من الثوم المفروم، نص معلقه من الثوم المفروم بتدي نكهه حلوه قوي للرز الصياديه. وكمان زيها معلقه كده من الجزر المبشور، وبرده فلفل حامي ده حسب الرغبه، انا بحطه بصراحه لان طبعا عندنا بيحبوا الاكل سبايسي. وبقلب، وبعد كده بقى انزل بقى بالميه السخنه. زي ما انتم شايفين وصل للون ده الغامق، هنحط عليه الميه هيفتح شويه. ميه سخنه زي ما انتم شايفين 3 كوبايات من الميه. بعد كده بحط رشه من الفلفل الاسود، وكمان معلقه طبعا من الملح، وربع معلقه من البابريكا، وربع معلقه من الكركم تدي طعم حلو قوي، وكمان ربع معلقه من الكمون. وبنزل بقى بكوبايتين من الرز الابيض المصري المغسول ومصفى من ميته، واول ما يشرب ميته بهدي عليه النار، وزي ما انتم شايفين طالعين جميل جدا. هاجي بقى للكفر السمك، بحط كوبايه ونص من الدقيق، وبحط معلقتين كده كبار هرمية من النشا، وكمان معلقه صغيره خالص من الكركم بتدي نكهه وطعم حلو قوي ولون، ومعلقه برضو من البابريكا، وكمان رشه بسيطه من الفلفل الاسود، ونطعم كده بالملح، بنطعم الكفر جميل جدا. وبقلب الكلام ده كله مع بعضه. انا طبعا ما اعرفش ان الكاميرا ما بتصورش، فقسمت الخليط ده الدقيق ده اللي انا مبهراه، قسمته نصين،
ونص حطيت فيه ميه، عملته زي القوام البان كيك كده، وبنزل فيه السمكه عادي جدا. وبعد كده بقدره برضو بالدقيق النص التاني الجاف زي ما انتوا شايفين. وبعد كده صورت بقى لما افتكرت اني ما صورتش، فصورت بقى الجزء التاني اللي هو بيتبدر عادي خالص، ونزلته بقى في ميه متلجه زي ما انتوا شايفين اهو في ميه متلجه. وبعد كده بنزله بقى في الزيت الغزير السخن. اتمنى اكون وضحت لكم وجهة نظري. زي ما انتوا شايفين وبدرته كمان تاني مره، وحطيته بقى في الميه المتلجه. وبعد كده نزلته بقى في الزيت السخن. ممكن تعملي طبقتين، يعني تحطيه في الميه البارده وبعد كده تحطيه تبدريه تاني، وبعد كده تحطي بقى في الميه، وبعد كده نحط بقى في الزيت. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طلع الكفر لونه جميل جدا ومقرمش بصراحه، طعمه جنان. وطبعا غرفت الرز زي ما انتوا شايفين جميل جدا. وجبه جميله جدا مع شويه سلطه طحينه او سلطه حمراء، بجد بالف هنا وشفا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واهم حاجة دوسي على زر الكل عشان يوصلكم كل اشعار بنزله باذن الله. كل اشعار لفيديو بنزله ان شاء الله يوصل لكم باذن الله على خير. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.